السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. هنعمل غدا جماعة جميل جدا، ينفع عزومة، ينفع موسم، تنفع أكلة حلوة كده للأسرة كده تتلم حواليها. بسم الله ما شاء الله، في منتهى الجمال والروعة، أتمنى إنها تعجبكم. هنعمل بط دمياطي، ونعمل سبانخ، وأعمل رز مدسوس اللي هو في الفرن، ونعمل ملوخية، وأعمل رقاق. وطبعا نحط مخلل واللي هو خيار، والعيش البلدي بتاعنا. هنبدأ في الوصفة. بسم الله. هنجيب صينية كده كبيرة نحط فيها، دي هعمل حشوة البط الأول، الحاجة اللي بتاخد منك وقت كتير تعملها الأول. جبت لورا، وجبت حبهان، واتنين مسمار اللي هو القرنفل، وحطيتهم في حتة سمنة بلدي على النار. وبعدين حطيت بصلتين كبار كده محترمين. انا هعمل حوالي كيلو الا ربع لحمة، حطيت عليهم بصلتين كبار. هتن اقلبهم كده شويه لحد اللون، يعني ما تدبل البصله بس شويه كده، مش هيتغير لونها، يا دوبك تدبل كده اهو. بسم الله ما شاء الله. قلبي فيها حلو كده عشان ما تعملش جناب ولا حاجه. حطيت حبه فلفل اسمر، وهقلب برضه كل ما احط حاجه من التوابل اقلبها. قلبيها كده كويس عشان تاخد وتدي مع بعضيها. وبعدين برضك هحط عندك جوز الطيب، حطي اي توابل عندك حطيها. حبة جوز الطيب، يعني مش حبة كتير، يعني يا دوبك فرقة كده. وهحط بسم الله ما شاء الله، هحط حبة الزبيب، كنت دولت حوالي ربع فنجان، حطاه في مية يعني، وركناه حوالي نص ساعة. وحطيت حبة جوز الطيب وهقلبهم. يبقى الأول حطيت لورا وحبهان ومسمار اللي هو القرنفل، وحطيت البصل وقلبته كده تقليبة حلوة. وبعدين الزبيب كان مبلول حوالي نص ساعة، حطيته شلته يعني من المية، وحطيته على المكونات دي. وحطيت حبة فلفل اسمر، وحطيت حبة جوز الطيب. بس كده. عايزة تحطي بقى اي توابل تانية، توابل لحمة او اي حاجة حطيها. اهيت بردت. والبطة مغسولة كويس ومتنضفة كويس جدا، ومخلي حبة كده من بين الجلد واللحم عشان احشي فيها الحشو. اهو هحط بقى الحشوة كده بالراحة، بس يعني ايه، وانا بسلكها كده اتقطعت، معلش. فاحط بقى الحاجة، الحشوة كده فيها كلها، والباقي اعمله مساج ليها كده، وادعكها دعكة كويسة قوي كده. بسم الله ما شاء الله. احط بقى الحشوة كلها، يعني لو عايزة برضك تكتري عن الحشوة دي كتريها، بتبقى في منتهى الجمال. طعم فيها، طعم البطة فيها يعني مسكر كده، فيها تسكيرة حلوة كده، خفيفة كده، جميلة. ريحة الزبيب برضك، والبصل والتوابل والحبهان واللورة وكده، عامل لها طعم في منتهى الجمال، وريحة بقى جايبة اخر الشارع. اهي هكتفها كده. والحته المفتوحه ديت هحط فيها مثلا الرقبه والراس والقنصه كده عشان اسدها. وبعدين اخيطها من تحت لو هي مش ماسكه كويس. اجيب فتله كده، واخيطها كويس، والفها عليها كده كويس علشان الحشوه ما تطلعش. طبعا انا هحطها في ميه على النار. انا دلوقتي محطه حله كبيره فيها ميه على النار تغلي. عبال ما اخلص الفرخه البطه تكون الميه غليت اهي. بسم الله ما شاء الله. ادعكيها برضك بالباقي كده وخليها حلوه. بسم الله ما شاء الله. دي الحشوه بتاعتها جميله جدا. حضرت بقى طماطم وجزر وبصل ولورا وحبهان وواحده مستكه، هحطهم في الميه اللي بتغلي على النار دي. يبقى طماطم وبصل وجزر وواحده لورا، ولو قرن فلفل صغير اخضر كده برضك حطيه. اهو هسقطها في الحله. هسيبها بقى تغلي، وبعدين لو في ريم او في اي حاجه اشيله من على وش الحله كده، من على الجنب. وبرضك احاول ما اهدرش مثلا لو في اللي هو الدهون بتاعه البطه برضك، علشان انا هستخدمها في عمل الملوخيه. اهي بصوا يا جماعه، اشيل بقى اي حاجه كده من على جنب كده اشيلها. واقلب برضك البطه على كل الجهات عشان تستوي كويس. واول ما تغلي ههد عليها النار، او احطها على نار قليله. بسم الله. ارجعي تاني، واحده حبهان طلعت برجعها تاني يعني في الحله.
بعد شويه كده قربت تستوي، حطيت عليها ملح، وحطيت عليها فلفل اسمر، وهسيبها برضك ايه ده كده يعني حوالي نص سوا كده تكمل سواها. هعمل تسبيكه للسبانخ. السبانخ ديت انا مفرزاها من الشتاء. هحط بصلايه وهقلبها كده تقليبه، وما بحبهاش برضك تاخد لون. اي حاجه بعملها بتسبيكه ما بحبش البصله تاخد لون، يا دوبك تدبل كده بسيط. وكان عندي برضك حتتين لحمه، ما يبقى عندي حاجه زياده اجي شايلاها في الفريزر ابقى استخدمها يعني لما احتاج لها. عندي حتتين لحمه كده حطيتهم برضك مع البصله، وهقلبها كده تقليبه، واكون ضربه الطماطم وحطها فيها اهو. بسم الله ما شاء الله، الريحه برضك جميله. لو انت عايزه تحط لها برضك نطره فلفل اسمر، بس هي اللحمه كانت يعني مستويه 3/4 سوا وفيها فلفل اسمر. هحط بقى الطماطم اهي. بسم الله ما شاء الله، احط الطماطم واسيبها تتسبك برضك. وانا واقفه كده هعمل حشوه الرقاق. جبت بصلتين برضك كبار كده، وحطيت معلقه سمنه بلدي، وحطيت حطيت عليهم البصل وحطيتهم على النار برضك، مش هيغيروا اللون، يا دوبك البصله تدبل كده، واحط عليها اللحمه اهي. بسم الله ما شاء الله، اقلب فيها كده برضك عشان ما تعملش جنب او حاجه. هحط اللحمه. انا هعمل صينيه رقاق كبيره، يعني ده حوالي كيلو الا ربع لحمه يعني. مش طالعين من العيد بقى وفي حتتين لحمه زياده، فعايزين نخلصهم. مش هحط عليها اضافات ولا احط جزر، ومش هحط حاجه، اللي هو فلفل الوان بس. هي بسم الله ما شاء الله كميه حلوه. او احط حبه ميه، حبه شوربه عشان تستوي اللحمه، وهقلبها كده واغطي عليها واسيبها ثواني. برضك ما انساش ان انا حاطه حاجات بسويها برضك على النار. ابص للتسبيكه بتاعه السبانخ، اقلبها تقليبه كده برضك، ولو عاليه عليها النار اهدي عليها النار اهي. بسم الله ما شاء الله. وبرضك البطه هي داخله على سوا، اقلبها لو من ناحيه لناحيه وكده عشان تستوي من جميع الجهات. بسم الله ما شاء الله، الشوربه بتاعتها جميله جدا. وعندي برضك برام رز اعمله وانا واقفه. بحط اللبن قد اللبن والميه قد الرز بالظبط يعني، بس بحط مثلا كوبايتين لبن واحط كوبايه ميه، واقلب الميه على اللبن على الرز، وبعدين في الاخر خالص احط الملح وادخله الفرن كده. الفرن يعني انا مشغلاه. واحط بقى هنا على اللحمه فصين توم، واحط توابل لحمه وحبه فلفل اسمر، وحبه صغيرين كده من جوز الطيب او القرفه، وهقلب برضك تقليبه كويسه. احط الفلفل الالوان نص ونص يعني كده بس. هقلبها واحط معلقه صلصه تقريبا كده. خلاص دقيقتين 2 كده وتبقى داخله على سوا وخلاص اهي. بسم الله ما شاء الله، شكلها تحفه والوانها جميله. انا بحب احط الجزر يا جماعه، بس قالوا لي بلاش جزر المره دي اهو. بسم الله ما شاء الله، حطيت السبانخ هي اتسبكت الطماطم، واحط السبانخ وقطعت مع السبانخ. ما بشيلش معاها الكزبره، بسيب الكزبره احطها طازه كده. حطيت ربطه كزبره خضراء، وحطيت الدقه دي توم على كزبره ناشفه، وبحط معلقه رز، وهسيبها كده اقلبها، وهدي عليها النار واسيبها تطيب يعني تكمل السوا بتاعها. السبانخ ما بتعلاش عليها النار، على اساس لو اتحرقت منك او حاجه بتبقى طعمها وحش. هنا ده بقى للبطه، لتحمير البطه، ده اللي هغلف بيه البطه. معلقه عسل او معلقه سكر او معلقه عسل اسود، طماطميه مبشوره، حبه فلفل اسمر، حبه زيت، معلقه صلصه، وهقلبها كده وهدخلها الفرن. اقلبها من كل الجهات واقلبها وادخلها الفرن، واحط كبشه شوربه صغيره في الصينيه عشان ما تتحرقش، يعني تحاول يعني انها ما تتحرقش. اهي ديت بقى الحشوه بتاعت الرقاق. بسم الله ما شاء الله كميه حلوه يعني. بقى التغميسه بتاعت الرقاق، بحط شوربه ولبن. بحط مثلا شوربه، واحط مثلا كبشتين 3 لبن كده، واجيب الصينيه دي الصينيه اللي انا هعملها يا جماعه، صينيه حجم عائلي كبيره. وده الرقاق ده انا اللي عاملاه يعني في البيت، في فرن البوتاجاز، من جوه فرن البوتاجاز يعني اهو. بسم الله ما شاء الله، ده ميه وحبه ملح ودقيق بس.
وتعجنيهم كويس وتقطعيه صغير وتبططيه وتدخليه فرن البوتاجاز. اهوت الصينيه كبيره، فانا هحط واحده وبعدين التانية بقى بقسمها كده. بسم الله ما شاء الله، ريحتها جميله جدا. الشوربه والرقاق والحاجات دي جميل جدا. انا بحط 6 رقاقات تحت و6 رقاقات فوق، واحط الكميه احط بقى اللحمه الكميه اللي انت عايزاها يعني. احط اللحمه وكمان احط بردك 6 طبقات فوق بردك كده، واخد بالي مثلا عشان ما تبقاش حته عاليه وحته هابطه يعني او نازله اهي. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، جميله جدا، كانت طعمها تحفه تحفه كده. اهو بصوا يا جماعه، هي كده تقريبا ايه، انا كده حطيت الطبقات بتاعتها. بتتقطع قبل ما تخش الفرن القطعه اللي انت عاوزاها يعني الحجم اللي انت عاوزاه بقطعها، وبعدين اجيب لبن على شوربه. بس انا مش بحط الباقي من غسيل من اللي انا كنت ببل فيه الرقاق، لا انا بجيب لبن وشوربه جداد واحط مج كده واحطه فوقها. عندي بقى حبه سمن فاضيين كده بحطهم. بصوا يا جماعه جميله جدا. ده الاسمر اللي فوق دوت حبه لحمه مفرومه كانوا فيها كده. وادي البطه اهيت، بسم الله ما شاء الله، جميله جدا. وادي الرقاق اهوت، هدخله كمان سنه للجنب اللي هو الابيض ده. بسم الله ما شاء الله، جميله تحفه، كانت تحفه كده. هعمل كده انا داخله خلاص، خلصت يعني كده على الملوخيه هي الطشه بتاعه الملوخيه والسبانخ. رستهم كده صغيره، حطيت عليها دقه، حطيت عليها كزبره ناشفه ودقتها كويس. حطيت نص الدقه على الملوخيه والنص التاني على السبانخ اهي. بسم الله ما شاء الله، جميله جدا، طعم روعه، والريحه بقى ايه متداخله وحاجه حلوه. بسم الله ما شاء الله. ادي الاكل بتاعنا كان جميل اهوت. بسم الله. الفيديو لما بينزل لحضراتكم بياخد مننا تعب ومجهود، حضراتكم بتشوفوا الجانب المشرق في الفيديو، الاكل جاهز والدنيا كلها نضيفه ومتظبطه، لكن الحاجات دي كلها بتاخد مننا مجهود جامد. اتمنى ان حضراتكم يكون عجبكم الفيديو، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل يصلكم مني كل